طيب اتكلمنا بقى في نقطة أنا دماغي رايحة وجاية في 100,000 حاجة، وأفكار أفكار أفكار ما بتقفش، وأشياء بتلف وتدور في دماغي مش راضية تقف. طيب أعمل إيه؟ دي تاني نقطة بقى هنتكلم فيها النهاردة، وهي إزاي إن أنا أتحكم في الأفكار. أسهل وأجمل طريقة تخليني أقدر إن أنا أتحكم في أفكاري هي التأمل. وأنا يعني يعني عندي بحب كلمة تانية غير كلمة التأمل، هي كلمة الاتصال القلبي. إن أنا دايما أبقى متصلة بقلبي، متصلة بالنفس. ففكرة التأمل يعني دي من الأشياء الخطيرة إن إحنا حطيناها، يعني شيء أساسي إن إحنا بنمارسه كل يوم. يعني مش عايزة أقول لكم فوائدها قد إيه، مش عايزة أقول لكم بتسبب سلام نفسي وهدوء وأشياء جميلة بنحصل عليها وبهدى، بس لمجرد إن إحنا آه، خدنا التأمل ده أسلوب حياة، أو مارسناه بشكل يومي، ولو حتى لمدة دقائق بسيطة جدا. خلينا نقول إن هي 5 دقايق، مش أكتر من كده. خلينا إن إحنا نقول هنثبت 5 دقايق كل يوم نمارس فيها موضوع التأمل. طب هو يعني إيه أصلا تأمل؟ تأمل يعني إن أنت قاعدة في سكون، في هدوء، في صمت، تمام، بهدف إن أنت توقفي أفكار أصلا. فأنت بتحاولي إن أنت توقفي أفكار. فأنت بتعملي إيه؟ بتلتزمي الصمت، قاعدة في السكون في هدوء، مركزة على قلبك أو مركزة على تنفسك، وبتحاولي إن أنت تاخدي الوضع ده لمدة دقائق معينة. طيب أنا دلوقتي مجرد ما هبدأ أهو في أول، مش هنقول دقيقة، أول 20 ثانية، هوب هتبص تلاقي الأفكار دخلت، هوب أفكار جت، هوب فكرة جت، فكرة راحت، فكرة جت. طب عايزة أعمل تليفون مهم، هتبتدي إن أنت تفتكري بقى أشياء، يعني لو أنت في وضعك الطبيعي لا يمكن كنت تفتكري. طيب إيه أعمل إيه؟ ما أقاومش. فكرة جت، أوكي تمام، أول ما انتبه إن أنا إيه ده أنا اتخذت من التأمل اللي أنا كنت قاعدة له أصلا، وجاتني الأفكار وانساقط وراها، مجرد ما إن أنا انتبه إن أنا أساسا كنت قاعدة عم بعمل تأمل، يعني بعمل صمت للأفكار دي، أروح راجعة تاني أركز على التنفس بتاعي، وأركز على قلبي ونبضات قلبي. دي أسهل طريقة وأيسر طريقة إن أنا أبدأ إن أنا أمارس التأمل. التأمل طبعا في منه أنواع كتير جدا. في تأمل موجه، ان انا ابدا مثلا إن انت تبداي تسمعي تامل موجه. يعني مثلا انا هعمل تامل ليكم، فانا هاخدكم تعملوا ايه وتفكروا في ايه، وتخيلي نفسك ان انت في كذا، وان انت بتعملي كذا، وان انت بتروحي كذا، فتاخدك في حاله معينه. الحاله دي انت بتغوصي فيها وبتعيشي فيها كانها حقيقه. فعقلك الحاله دي بتعمل تشتت بقى للافكار، فتبتدي ان انت تعيشي في ايه، بتتبعي الخطوات دي او التوجيهات دي. فبتركزي في حاجه واحده، كانك بالظبط النوع اللي انا لسه قايله لك، انت ممكن بتركزي على تنفساتك او بتركزي على نبضات قلبك. فما نستغربش ان في كميه رهيبه من الافكار، وخصوصا لو انت عمرك ما عملتي التامل ده قبل كده، وعمرك ما فكرتي تعمليه، وعمرك ما مارستيه. هتلاقي نفسك في اول فتره دي، مش اول يوم ولا يومين، اول شويه، انت اصلا يعني ما عملتيش تامل ده كام ثانيه في ال5 دقائق، فعلا كام ثانيه. كلنا كنا كده، كلنا كنا كده. ليه؟ لان احنا مش متعودين، مش عارف، يعني عقلنا مش عارف هو بيعمل ايه. بلس ان هو مش معتاد على ده، فبيبتدي ان هو قاصد يخرجك منه، عشان دي مش دايره هو مرتاح فيها. انت قاعده بتعملي له حاجه غريبه عليه، انت قاعده عماله بتفتحي له قصه جديده هو مش عارفها، فهو هيستهلك فيها طاقه، هيستهلك فيها، هيبذل مجهود. هو مش عايز يبذل مجهود، وعايز الحاجه السهله اللي هو مرتاح فيها ومتعود عليها. عشان كده هيبدا يشتتك اكتر، وهيبدا ان هو يطلع لك افكار اكتر. هتلاقي هجوم من الافكار، وبقول لك ممكن تفتكري حاجات انت لا يمكن كنت تفتكريها، وتيجي في ذهنك كده صاحبتك اللي من 3 سنين اللي ما شفتيهاش هتيجي في ذهنك. المشوار الفلاني اللي اتأجل السنة اللي فاتت هيبتدي يجيلك في ذهنك. هو عقلك هيبذل أقصى طاقة عنده إن هو
يخرجك من الموضوع عشان انت ما تدخليهوش هو في قصه جديده مش عارفها. انت مودياني فين؟ بالظبط كده. انت بتوديني لحاجه مجهوله ليا، فانا لا، انا هستهلك فيها طاقه. انا حلو كده ومتعود كده وجميل كده واحنا واخدين على بعض كده. ما توجعليش دماغي بقى. هو العقل بيفكر في كده، هو بيبقى يعني في حالة كسل رهيب إنه يبدأ حاجة جديدة. عشان كده دايما في بداية أي شيء بيبقى فيه مقاومة، ونبدأ مرة اتنين تلاتة هوب نلاقي نفسنا وقفنا وقعدنا. ليه؟ عشان العقل أنت بتدخلي له سيستم جديد ونظام جديد هو مش واخد عليه، فبمنتهى السهولة بيقول ثانك يو، شكرا، ما تتعبنيش ما تقرفنيش، لا. يبتدي إن هو يكسلك بقى، يظهر لك أشياء ممكن تتعبي، ممكن اشياء غريبه تطرق عليك، تنامي، تاكلي كتير، ما اعرفش يحصل لك حاجات بقى غريبه كده عشان خاطر بس يشتتك ان انت تعملي الحاجه دي او تدخلي حاجه جديده او دايره راحه جديده. دايره راحه يا جماعه معناها سيستم انا عملته وعقلي ارتاح ليه خلاص، ايا كان الشيء ده ايه، سواء ايجابي او سلبي. يعني انا ممكن اكون بعمل حاجه ايجابيه جدا وبعملها بمنتهى السهوله واليسر، ليه؟ لان انا خلقت منطقه راحه لعقلي ان هو مرتاح كده. يعني زي مثلا بصحى كل يوم الساعه 4 خلاص خلص، عقلي مرتاح، دي دايره راحه انا اتعودته عليها ان هو يصحى كل يوم الساعه 4 الفجر. فدي دايره راحه. مش معنى دايره راحه ان هي كلمه وحشه او ان هي بتعبر او بتوصف شيء سلبي او بتوصف شيء مش حلو، لا. ناس كتير فاهمه كده للاسف. منطقه الراحه مش معناها دايما ان هي حاجه وحشه، لا. منطقه الراحه يعني عقلي مرتاح للسيستم ده. فعشان تغير، عشان انا بقى اقول لعقلي نام وقوم الظهر، او انا عايزه اعمل عاده جديده ان انا اسهر طول الليل واقوم من النوم الظهر، هيبقى صعب عليه جدا. صعب عليه جدا، وهو نفسه هيقاوم وهيشتتني وهيعمل لي حاجات كتير عشان ما يخرجش من السيستم والراحه اللي هو مرتاح فيها ان هو يصحى الساعه 4 الفجر خلاص. فهمتوا؟ ننتبه بس للحته دي. فايه اللي بيفرق بقى في النقطه دي؟ التكرار. التكرار التكرار مهما هو طلع لك مشتتات، ومهما هو خرجك من الفكره يعني من الشيء اللي انت عايزه تنشئيه ده، زي مثلا عادة التأمل، كل ما هو قاوم انت بالاستمرار تستمري المثابره، تفضلي انت على نفس ثابته على نفس وضعك. هو ده اللي بيفرق على فكره، اي انسان نجح في شيء واي انسان هو تراجع. هي فكره الاستمراريه، انا مستمره يعني مستمره، خلصانه بالنسبه لي. جاتني بقى افكار مع أنا التامل ده نجح، التامل ما نجحش، التامل تاملت ثانيه واحده من الساعه اللي انا قاعداها، مش مشكله النتيجه ايه، المهم ان انا قاعده ببذل جهد، بعمل، بحط طاقه في هذا المسار. فغصب عن عقلي هيجي في نقطه وهيبتدي تتكسر عنده الدايره دي، دايره الراحه دي. بس هي اهم خطوه ان انت تبداي تكسريها. خلاص بمجرد ما كسرتيها عقلك هيبتدي شيء في شيء بقى، نسبه بنسبه كده هتزيد ان هو ارتاح للدايره الجديده اللي انت عماله تنشئيها، ويبتدي ان العاده القديمه او دايره الراحه القديمه ان هي تتلاشى واحده واحده، والجديده تتبني واحده واحده. فما نيأس زي الناس كده اللي بتدخل تعمل دايت، مره اتنين تلاته اربعه حلو قوي جميل، فجاه هوب، دي الاكله دي طعمها حلو، ما كلتهاش من زمان، ما فيهاش حاجه يعني النهارده مش عارفه ايه، نبص نلاقي ايه؟ مفيش استمراريه ومفيش مثابره. حتى لو كلت، حتى لو عملت اوكي ماشي مفيش مشكله، خلاص انا مكمله، انا هرجع تاني، انا هكمل تاني. ليه؟ بصوا للفايده اللي هتاخدوها ورا الحاجه اللي انتوا بدأتوها. يعني التامل ده الفوائد اللي انا هقولها لكم فوائد لا تعد ولا تحصى. لو عملتيها عاده يوميه انت مبدئيا كده بتتحكمي في افكارك. يعني ايه بتحكم في افكاري؟ احنا لسه قايلين من شويه ان انا kill my mind، او ان انا اقتل عقلي لو هو مش داعم ليا. فهيبقى سهل عليا ان انا آه، اعمل مسح للافكار اللي انا مش عايزاها. خلاص، لانها خلاص انا مجرد ما همسك تراك التامل بقى، انا الافكار دي واحده واحده انا بتحكم في افكاري وبعمل صمت للافكار اللي بتجيني. فاوتوماتيك خلاص بقيت انا القائد، انا المسيطره. فمجرد الفكره بقى في الوقت العادي اللي من غير تامل، فكره سلبيه او فكره انا مش حباها ايا كان بقى، ما تخليناش نقول
سلبيه وايجابيه. فكره ان انا انام للظهر مثلا، خلينا نقول إن هي لا سلبيه ولا ايجابيه، بس انا خلاص انا بحاول دلوقتي اغير الوضع. فالفكره، اي فكره هتجيلي هتدعم ده، انا هيبقى سهل عليا ان انا اتحكم فيه. من ايه؟ من ان انا بعمل التامل وبمارس التامل وبعمل صمت الافكار، بقعد ان شاء الله دقيقه او دقيقتين في سكون، في هدوء، في حاله صمت، فانا مسيطره على الافكار، مفيش افكار اصلا. امسكي مثلا اسم من اسماء الله الحسنى واتصلي بقلبك كده وقولي رددي فيه، ورددي فيه بصوت او بدون صوت. ركزي عليه، ركزي عليه، ركزي عليه، ركزي عليه 10 ثواني، بعدين ركزي عليه 20 ثانيه، بكره والله خليها نص دقيقه، بعده خليها دقيقه، وهكذا بالتدرج. قانون التدرج ده من اهم القوانين اللي في الحياه. مفيش حاجه بتحصل في يوم وليله، قلنا احنا في هنا والان على كوكب الارض، هذا هو المكان. كوكب الارض بيسبح في ضمن مجموعه، المجموعه الشمسيه، في شمس يعني في زمان، ارض وشمس، يبقى في زمان وفي مكان، خلاص خلص الموضوع. اول بقى الارض ما تتوقف ان شاء الله في يوم من الايام كده، الزمن هيتوقف. اول الارض ما هتتوقف انها تلف حوالين نفسها، لا هيبقى في ليل ونهار. اول ما تتوقف انها تمشي في الفلك بتاع حوالين الشمس، لا هيبقى فيه العام ولا السنين ولا الصيف ولا الشتاء ولا الكلام ده. فطول ما الشمس موجوده وطول ما الارض بتتحرك يبقى في زمن. يبقى انا اخضع لقانون الزمن على الارض. يبقى كل حاجه هتاخد وقت، يبقى كل حاجه لما احب ابنيها بتدرج. ابقى انا اللي نصحى كده، خلاص ما اروحش بقى اقول انا هتامل ساعه النهارده، لا، تدرج، تدرج، عشان انت حتى بتمهدي العقل، فما تعملوش شك فيحاربك اكتر. انت واحده واحده. تاني حاجه، انت بتبقي في حاله حضور، حاله اللحظه، عايشه اللحظه. اتكلمنا على موضوع الحضور، واتكلمنا على موضوع ان انا عايشه اللحظه ده واهميته، وقلنا اتكلمنا فيه كتير جدا. آه، في اليومين اللي قبل كده. طبعا بتكوني في اتصال والترددات بترتفع، يحصل لك استرخاء تام، سكون، هدوء، طمأنينة. بتلغي بقى التوتر من حياتك، أي ضغوط عندك بتتخلي عنها كده، وتعرفي تعملي ريلاكسيشن كده. أنا قاعدة بدون ما أفكر في أي حاجة، بدون ما أشيل هم أي حاجة، بدون ما أوتر نفسي في أي حاجة أو أضغط نفسي في أي حاجة، فتتخلي عن كل ده، تقعدي في حالة صمت، في سكون، في هدوء. حاجة مهمة جدا برضو بنستفيد منها في موضوع التأمل، إن أنا بأول حدث عندي بعرف أفرق بين الأفكار اللي أنا بعمل لها صمت، وبين بقى الإيه، ال- الرسائل الإلهية الربانية اللي بتجيلي، الإشارات اللي بتجيلي. كل ما عليت القدرة على التركيز والتحكم في أفكاري، وإن أنا أسيطر على الأفكار دي، كل ما بقى الحدس بالنسبة لي واضح وصوته أعلى واديته مساحة أكبر. فيعني الموضوع مهم جدا. وكل ما الحدس ده جالي بمعلومات جديدة لا محدودة، وأنا انفتحت على معلومات وأفكار جديدة ربنا بيبعتها لي، وإشارة بإشارات ربنا بيبعتها لي، ببتدي إن أنا أسمع صوت قلبي، ببتدي إن أنا أسمع صوت المرشد الداخلي اللي جوايا، البوصلة اللي جوايا اللي اتكلمنا عليها بيبقى صوتها بقى واضح خلاص. ليه؟ لأن أنا قفلت الباب على الأفكار. أنا دلوقتي قاعدة في صمت خالص، متصلة بالله، متصلة بقلبي، قاعدة في سكون، في هدوء، شايلة كل التشوش بقى، مفيش تشوش حواليا. فكل الحاجات دي آه، طبعا بتفرق جدا، ونقطة تحول فارقة في حياتنا. فأنا بدل ما أبقى قاعدة حيرانة وأقول أعمل ولا ما أعملش، وأسأل ولا مش أسألش، وأروح زي ما اتكلمنا كده آخر مرة، أروح أسأل صاحبتي، أسأل جارتي، مش عارفة، ماشي، كل دي حاجات ظريفة وحلوة، بس لو هم عندهم الخبرة الكافية أو القدر الكافي من المعرفة ومن العلم على الشيء اللي أنت تسألي فيه، ومروا بتجارب وعرفوا، عندهم خبرة وحكمة
غير كده انت حكمتك جواكي، ربنا ما خلقكيش وسابك، ربنا اداكي بوصله واداكي حدس واداكي ارشاد تقدري فعلا تميزيه. طب تميزيه ازاي؟ لما توقفي المانكي اللي شغال في دماغك ده، افكار 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 افكار، ليه تقعدي يومك كله في افكار 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 لخبطه؟ وقفي كل ده. لحظات من الصمت بتجيب لك مكاسب رهيبه. يعني بليز، يعني ما تاخدوش الكلام بتاع التأمل ده كلام على الهامش، او تبقوا سامعين عنه كتير فبالنسبه لكم خلاص اه ده احنا سمعنا عن موضوع التأمل. نو، جو فورورد. يعني ايه، خدوا خطوه بقى، خدوا خطوه تجاه الموضوع وتقدموا فيه. قلت لكم ولو ان انت هتتاملي في اليوم دقيقه واحده ده انجاز. سقفي لنفسك وقولي برافو، وشجعي نفسك وقولي واو. واو، انا قدرت في 30 ثانيه ما افكرش في اي حاجه. انتوا متخيلين ان آه نسبه لا تتعدى 2% من البشر هم اللي بيقدروا يتحكموا في افكارهم؟ عشان كده دول هم الصفوه، هم دول الناس اللي هم بقى بيعرفوا بيتوصلوا لاختراعات، بيتوصلوا لأفكار مشاريع عملاقة. يعني أشياء وأفكار ما بتجيش لأي حد كده عادي كده، نو. بتجي لهم فعلا أفكار مذهلة، اللي هي الحاجات اللي بتعمل تحول بقى للبشر. تحول في الاختراعات، تحول في الثقافات، تحول في, في الأشياء اللي فعلا بتخدم البشر. كل الحاجات دي ما بتجيش غير للناس اللي بتعرف تتحكم في افكارها. لان انا لو سايبه ليل ونهار الدنيا لافكاري كده عماله تروح وتيجي، هتجيني فكره عظيمه منين؟ هتجيلي فكره خارقه كده منين؟ فلازم خلينا نقول ان احنا كل ما عملنا صفاء لذهننا وعملنا فلتر للافكار اللي رايحه جايه ليل ونهار دي، وهي اللي بتتحكم فيا وهي اللي بتشكل الواقع بتاعي. لا، نو، انا اللي مش في ايديا. فابدا ابني العاده دي واحده واحده. مزاجك هيتحسن، حالتك النفسية هتتحسن، مشاعرك هتتحسن، بتحسي بطمأنينة، بسكون، بهدوء، براحة، بسلام. انت هتلاقي نفسك طبعك نفسه اتغير واحدة واحدة. هتحسي ان انت حابة تعملي ده، حابة الحالة دي. تحسي ان انت كده بتتشبعي بالحب وبالنور وبالارتقاء كده، وان انت في حتة تانية، مش شبه كل البشر اللي قاعدين ليل ونهار هناكل ايه وهنشرب ايه ورايحين فين وهنلبس ايه، والشغل والعيال والمذاكره. اه انا عارفه ان هي دي الحياه وان هي دي العيشه اللي الطبيعي نكون فيها، مفيش مشكله. بس مفيش ما يمنع ان انا اخد تراك تاني كده موازي للتراك ده. ما يبقاش حياتي كلها كده، لا، اعمل حاجات غريبه جديده عليا وهتوصلني لنتائج مذهله. نتائج في الحاجات بقى اللي احنا بنقول عليها الحياه دي، الحاجات الحياتيه. هتديني افكار ان انا انجز اكتر، هبقى عندي مرونه اكتر، هيبقى عندي سلام وهدوء، هقدر اتعامل بشكل فيه حب اكتر، احتواء اكتر. فرق شاسع لما ابقى مضغوطه وعلى اعصابي في توتر وقلق ودماغي مش مليانه منزعجه بافكار كتير وحاجات كتير. انما يعني to function from this case، الحاله دي ان انت تتفاعلي او تتعاملي من خلالها، او ان انت تتفاعلي وتتعاملي مع حياتك من مكان فيه استرخاء، من مكان فيه صفاء، من مكان فيه روقان، من مكان فيه هدوء وسكون وراحه وبهجه كده. انت بتطلعي من الحاله دي وانت يعني عندك قدر كبير من ان انت تتحملي اللي قدامك، وتتحملي وتفوتي لحد مثلا آه عمل مشكله، عمل حاجه، عمل تصرف. مش هتبقي على المحك، مش هتبقي ان انت يعني يعني هنا بقى زي ما بيقولوا كده على اخري خلاص. لا، اقعدي استرخي، اهدي، كله ليكي. كل ده هيأثر على هدوء واعصابك، مناعتك، جسمك، ضغطك اللي ما بينزلش بسبب. انت متخيله ان انت 5 دقايق بس لو خصصتيهم في اول يومك لحاجه زي كده، انت ممكن تتحملي ايه طول اليوم، او تتعاملي ازاي، وشكل تعاملك هيبقى ازاي كل بقى يومك اللي بيبقى مليان
بضغوطات وحوارات وافلام ما بتخلص. هدوء، استرخاء، بتشحني نفسك بطاقه، بترفعي تردداتك، فالحاجات بقى التانية دي اللي بتاعت الحوارات والمشاكل والنهاه اللي بتعصب عليكي واللي بتنرفز، الحاجات دي مش هتبقى اصلا على تناغم معاكي، هتبقي انت في تردد وهي في تردد تاني خالص، فانت اصلا مش هتتاثري بيه. ولو اتاثرتي بتبقى حاجه كده لا تذكر، يعني اللي هو نسبه كده. انت عارفه ان انت في مكان اختبرتي بقى المكان بتاع السكون والهدوء، ودقتي طعمه، ودقتي جمال، فبتبقي اوتوماتيك بقى واحده واحده، ما بتبقيش اصلا عايزه تخرجي بره المود ده، فبتبتدي تزدادي حكمه في ردات افعالك اصلا. افكار بتجيلك وقت تقدري تتصرفي ازاي في مواقف معينه، ان انت اصلا تتعاملي بلا توتر وبلا خوف وبلا قلق وبلا ايه ده هيحصل. لا، الوضع بيختلف، الوضع بيختلف. فبليز لو سمحتوا، في نقطه تحول فارقه، وبليز لو سمحتوا ادوها قدر من الاهتمام في اليوم. سواء عملتي زي ما قلت لك آه، تامل موجه، اللي هو انت قاعده بتسمعي مثلا تامل موجود سي على اليوتيوب لاي حد، لاي مدرب، لاي حد، وقاعده آه، ماشيه على التعليمات اللي بيقولها او الخطوات او القصه اللي بيحكيها او الارشادات اللي بيقولها لك انت بتمشي وراها، او طبعا افضلهم ان انت تعمليه لوحدك، انت اللي بتقودي ده بنفسك، بس كستارت اب، ان انت بس بتسخني كده وبتبتدي. اوكي، جو فورورد، خدي ستيب ناحيه ان انت هتعمليه موجه الاول. ده مش غلط وده مش وحش وده مش اي حاجه، بس الافضل منه ان انت اللي تعمليه بنفسك لنفسك. اوكي، فعلا من غير اي توجيهات ومن غير اي شيء موجه، انت تقدري تتحكمي في افكارك وتقعدي في لحظات صمت كده، في هدوء، استرخاء، متصله بقلبك، بنبضات قلبك، متصله بروحك، متصله بتنفسك. شكرا. بس تحسي ان انت خرجتي بره كل الدنيا، كل الهموم اللي على كتافك نزلت، كل الافكار المقلقه راحت، كل الامور المزعجه اختفت خلاص، فانت خارجه بقى شحنه شحنه جميل. فبليز يا جماعه لو سمحتوا، صدقوني هتفرق جدا جدا جدا. فخلينا فعلا يعني نحط نية صادقة كل حد فينا، ان هو فعلا هيخصص وقت وهيهتم بالنقطة دي، لان والله هتشوف فرق كبير جدا في كل حاجة، في سلوكه، في حياته، في صحته، في كل حاجة، نفسيته، ردات افعال، كل حاجة. فانت اصلا لما بتتأملي تتواصلي مع الله عز وجل، مع ربنا. بس هو الموضوع محتاج تدرج، محتاج استمرارية، محتاج تكرار، محتاج ما تسيبيهوش يوميا يوميا. عشان بقى ايه؟ عشان نقدر ان احنا آه، يعني نلتقط بقى الرسائل ونلتقط الافكار الداعمه اللي احنا عمالين في الفقره الاولانيه او في النقطه الاولانيه اتكلمنا فيها، قلنا ان احنا نفلتر افكارنا، وان افكارنا هي اللي بتشكل واقعنا. فانت عايزه تاثري وتختصري وتعملي قفزه في موضوع تغيير الافكار، وان انت تسهلي على نفسك زي ما قلنا، ان انت تشيلي الافكار اللي لا تخدمك، ان انت اصلا تبقي عارفه تتحكمي في الافكار. مجرد ما اتحكمتي فيها خلاص بقى سهل ان انت تشيليها، وسهل ان انت تزرعيها. فالتامل هو طريقه او باب كده هيعمل لك اكسس اصلا على الموضوع. والموضوع اللي احنا ان انت افكارك هو اللي بشكل واقعي ده زي ما قلنا، ده يعني ملخص تغيير الواقع. بس انت اي واقع انت مش عاجبك في حياتك، او واقع انت عايزه توصلي له، باختصار غيري افكارك عنه. بس باختصار غيري افكارك ومعتقداتك وطاقاتك وشعورك تجاه الشيء ده. ان كان هو سلبي شيلي السلبي ده كله، حطي ايجابي، وركزي بقى على الإيجابي. فالتامل مفيد من كل النواحي، هيختصر عليكي اشياء كتير جدا، هي... هيديكي دفعه حلوه قوي في حته الايه، في حته ان انت تقدري تتحكمي في افكارك، فتقدري ان انت تغيريها بسهوله، فتقدري ان انت تغيري الواقع بتاعك بسهوله. يعني كله سبحان الله مرتبط ببعض، كله مرتبط ببعض.
كل نقطه بنتكلم فيها تبص تلاقيها تشعبك لحاجات تانيه. يعني اتكلمنا في التسامح مثلا، فانت كل ما انت قدرتي ان انت تمارسي التامل، وان انت تتحكمي في افكارك، وان انت تبقي مور ريلاكس، مفيش قلق، مفيش الكلام ده كله، كل ما هتقدري تسامحي وتفرغي وتشيلي كل الحاجات دي، لان انت اوريدي جايه من مكان فيه ريلاكسيشن، مكان فيه صفاء، فيه نقاء، فيه سكون، فيه طمأنينة كده. مش هتروحي تصارعي مع حد بقى وتقفي له الند منها، تلاقي الحاجات دي كلها بالنسبه لك ايه ده، ايه ده، انا ليه داخله في صراع وداخله في، لا، اعفوا واصفحوا. انا سلامي النفسي بالدنيا، انا هدوئي واسترخائي وطمأنينتي كده وسكوني، دي اهم حاجه، دي اولى اولوياتي. فكله في الاخر بتلاقيه مرتبط ببعض، كلها حلقه واحده، فكلها نقاط فارقه فعلا، كلها مرتبطه ببعضها في الاخر. اتكلمنا عن الذبذبات، وان انا ابقى على التردد الصح عشان اقدر ان انا آه يعني احقق اي حاجه انا عايزاها، لازم ابقى على التردد ده. طب انا هبقى على التردد ازاي وانا في افكاري حاجات كتير؟ التامل بيدعم ده برضه، انت متصله بالله اصلا في اللحظه. اتكلمنا عن الحضور، التامل، يعني كله مرتبط ببعض، كله بتلاقيه في الاخر بيدعم النقطه الثانيه، كل نقطه من اللي اتكلمنا فيها بتدعم نقطه ثانيه. فخلينا يعني نحط ان احنا نمارس الكلام ده، ونمارس ان احنا آه، اي حاجه نحسها قريبه فعلا لينا ونحسها فعلا، هي اول حاجه هتفرق معانا في حياتنا. يعني ممكن حد منكم محتاج يسامح فيشتغل على النقطه دي لانها عامله له عقبه في حياته. حد تاني من افكاره ومشتتات وعايش في توتر قوي، محتاج ياخد الاول فكره التامل، ان هو يبقى في حاله هدوء. حد تاني ان هو عايش في الماضي، ذكريات الماضي واللي حصل في الماضي، لا. فكل حد على حسب هو وضعه ايه دلوقتي يقدر يقرر اي نقطه تحول من دول هتبقى داعمه ليه كستارت، كبدايه ان انا هبدا ان انا ابحث اكتر منها، ان انا اطبقها في حياتي، واشوف الاثر بقى بتاعها، واشوف الريفليكشن بتاعها في حياتي هيبقى شكله عامل ازاي، ومدى تاثيرها عليا هيبقى عامل ازاي.